الوتر الامامي بيقطع ازاي؟ بيقطع بطريقتين اتنين. لازم تحصل حاجه من دول، يا العيان يقع ركبته من قدام او حادثه او عربيه تخبط فيه لا قدر الله. طيب لو العيان وقع ركبته وحصل فيها كسر، طيب الكسر في الركبه لكن الوترين سلام، بس الركبه طالما مكسوره بتبقى مفصوله لان الوتر اللي فوق شاددها واللي تحت شاددها، فضروري ان احنا نعمل لها جراحه ونوصلها علشان الوتر يشتغل بنفس الكفاءه. ودايما نبدا في ديت الفيزيوثيرابي او العلاج الطبيعي بدري علشان العضله ما تخسش كتير، لان العضله زي ما قلنا اهميتها من اهميه مفصل الركبه. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه في القطع ان لا قدر الله خبطه تيجي على الوتر من تحت عظمه الركبه او من فوق عظمه الركبه تقطعه، وبالتالي الاتجاه السليم هيشد عظمه الركبه عليه وهيمنع اتزان الركبه خالص. فضروري ان احنا نفتح ونرجع تاني نلم العظمايه ونجيب عظمه الركبه مع الوتر ونخيطه. ممكن يتخيط بخيوط عاديه لو باقي جزء من الوتر في عظمه الركبه، او ممكن يتخيط باستخدام انكرات لو قاطع من عند العظمه مباشره، ودي طريقه العلاج.